يعني. مين اللي ممكن سياده الوزير تحرموه من صلاحياته او مسؤولياته، حتى لو كان مدرب عام، مدير كوره، رئيس نادي، عضو مجلس اداره نادي، مدير نادي، يعني مين هو؟ لا اسقط على احد بعينه، ده قانون وجمعنا كل القوانين، ده من خلال لجنه قانونيه موجوده هتتابع وهتاخد كل اجراءاتها القانونيه وهنمشي ونستمر فيها، وليس بالقطعه يعني، هنمشي ونستمر فيها. احنا بنحاول بقدر الامكان يعني في الفتره الصغيره اللي فاتت دي، هي دايما الوزاره مش طرف، مش بقول ان احنا الملاك الطاهر اللي ورا، لا مش طرف في ايه؟ بيكون في خلافات ما بين مجالس قاعده دلوقتي ومجالس ما حصلهاش نصيب بره، فبيقعدوا يتقاضوا مع بعض، وبعدين التقاضي ده بيخرج لاسس ثانيه خالص بعيد خالص، وكل الوسائل لا تتخيلها او لا تتخيل. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوزن المؤسسه، مش بنشوف الافراد، نوزن المؤسسه مش بنشوف الافراد. وانا بتدخل ساعات، بتكلم ده وبتكلم ده، لكن مش طويل البال، لكن براعي الجزء القانوني بقدر الامكان. ومعانا مستشارين واحنا يعني وزاره، معناها وزاره واجهزه معنيه وحراك، وكلا في مكانه لابد ان يحترم، كلا في مكانه اهو لابد ان يحترم. عشان كده حتى القوانين العاديه وقانون العقوبات والى اخره، الموظف او اللي بيشتغل في عمل عام برضه يعني في اجزاء قانونيه بتحمي هذا العمل، سيما ان هو يكون بيقوم بدوره. احنا برضه هنتابع ده. هل سياده الوزير بصراحه بحثتوا الموقف القانوني؟ بكره رئيس نادي الزمالك هيخلص عقوبه الحبس شهر، هل بحثتوا هذا الامر؟ اولا احنا يعني اكيد مش هنتشفى بحد، والحمد لله على سلامته، ويعني طبق الجزء القانوني ورجع. اكيد احنا متباحثين في كل حاجه، يعني انا برضه في التحليل والرصد على السوشيال، يعني البعض بيقول هو يعني في ايه وليه والكلام ده، لا احنا نحترم القانون. وبرضه لما هنطلع حاجه الفتره الصغيره اللي جايه دي، لما هتطلع حاجه مدروسه قانونيا، مش هتطلع حاجه عشوائيه. يعني ايه لان اللائحه بمعنى ايه؟ اطلعوا حاجه بمعنى ايه يا سياده الوزير؟ في اكيد حاجات بتدرس دلوقتي، لان كمان اللائحه الاسترشاديه المتبع فيها نادي الزمالك ليس لائحه خاصه. الحقيقه فيها حاجات احنا يعني بنراجعها من خلال اللجنه القانونيه كويس جدا جدا، عشان ما بقاش القرار عشوائي وبعدين بعد خروجه نلاقي يعني ارصاد قانونيه عكسه تماما، ويبقى الخطوات مش كويسه يعني. فمش تاخير، لكن اكيد كل حاجه في وقتها لازم تكون مظبوطه جدا. واحنا يعني في الفتره اللي فاتت اتكلمنا وطلعنا بيانات، وما خدناش حاجه متتابعه ومش هناخد حاجه متتابعه، لكن ايا كان القرارات اللي جايه تكون مدروسه، وده محك مع الساده المستشارين في اجواء مختلفه ان شاء الله. يعني ممكن يطلع بكره بيان من عندكم ولا بعده؟ مفيش توقيت معين لحاجه، لكن اكيد يعني دايما بنقول احنا عينينا على المؤسسات مش الافراد، وفي نفس الوقت حرص علشان الدنيا ما تبقاش مش مظبوطه، لكن اكيد في حاجه مدروسه واكيد هتطلع. لكن اي اجراء هو طبقا لدراسات قانونيه لن نخرج عن الاطر القانونيه علشان ما يبقاش القرار عشوائي، لان مردود القانون او مردود قرار القانوني ممكن يبقى حاجات كتيره جدا ترجعك 100,000 خطوه. فمش عايزين ده. لا هتيجوا هنا ولا هتيجوا هنا او تجاملوا هنا او تيجوا على هنا، مش مالكوش مصلحه خالص 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 خالص. وفي نفس الوقت الزملاء اللي موجودين وبيطلعوا وبيقولوا يعني اتكلم في الرياضه واتكلم في النقد الرياضي واتكلم في يعني الحاجات اللي موجوده، يعني بشكل او اخر الجزء القانوني له ناسه وليه اكيد الناس اللي يعني هيطلعوا وبيتابعوا وبيقولوا، والجزء القانوني حق دستوري مكفول للجميع يعني. طيب سياده الوزير، ماتش امبارح مصر وملاوي امبارح وفزنا 2-0، ولكن الاداء امبارح يعني نقدر نقول الى حد ما. عندنا ماتش يوم الثلاث اللي جاي كمان ماتش مهم. متابعه حضرتك وقفت مع امبارح مع المنتخب وعقب هذه المباراه، اتكلمت معاهم في ايه؟ وايضا المنتخب، لان احنا خلاص احنا اول مجموعه ولكن ايضا لسه في ماتشات قادمه. احنا يهمني جدا ان احنا الصوره الذهنيه او الصوره اللي موجوده اللي فيها فقدان الامل عن الكره المصريه ترجع بقى خلاص. ان شاء الله مش هتبقى كده تاني.
يمكن اخر الاجواء، واحنا قلنا منتخب 20 سنه لم يكن مدروسا الدراسه الكامله، وخلاص يعني ما حصل اللي حصل. المنتخب الاولمبي والمنتخب الكبير كلنا، وانا بتكلم يمكن قلت الكلام ده قبل المباراه، روحوا وشجعوا ولادكم، روحوا شجعوا منتخبكم. المنتخب ده يعني اصل الموضوع ان يكون في دوريات او نشاط محلي، ان يكون في منتخب بيمثل مصر، بيمثل مصر، بيمثل قلبنا، بيمثل علمنا. ده الاساس. يمكن فقدان الثقه اللي فاتت خلى، بكرر تاني، يعني انا قلت الجماهير وتروح، يعني الجماهير ما راحتش. يمكن احنا يعني من خلال الوزاره تنسيق مع الاتحاد يعني قلنا الجماهير تروح، يعني الشباب المصري هو اللي راح، لكن الماتشات الجايه انا بقول لحضرتك هو المنتخب الكبير هيحصل كثافه كبيره جدا، وهيحصل ان يعني الحمد لله في منظومه لشركه تذكرتي مع مع الشركات الامن الخاصه اللي موجوده، يعني مستعدين. لكن كمان احنا لازم نبقى ورا منتخبنا، لان في مستهدف المنتخب الكبير. احنا عندنا تصفيات العالم 2026 بس كلها 2023 و24، لازم نطلع كاس العالم ان شاء الله يكون يعني منتخب كبير كده. ده احنا عندنا صلاح وعندنا يعني الحمد لله يعني 6 7 محترفين على الاعلى، جامدين على الاعلى، على طبعا زائد الدوري المحلي كمان اقوى من الدوريات الافريقيه كلها. احنا عندنا 2025 ودي هتكون في كوت ديفوار وتصفيات شغاله اهي، وعندنا 2024 انا اسف 2024 في كوت ديفوار، وعندنا 2025 لسه ما اتحددتش. فبالتالي عندنا 3 مستهدفات للفريق الكبير بننظمها من دلوقتي، فلازم نقف جنب منتخبنا. وكمان اتحاد الكوره يعني هو دلوقتي خلاص شلنا من عليه الحمد لله بطريقه التفكير ان هو الدوري مش عنده، هو لازم يركز جدا في كل متطلبات، خايف على نفسه. ممكن بعض الناس سياده الوزير يقولوا ان انتوا كده يعني بتكبلوا الاعلام، بتكبلوا الناس تتكلم. لن نكبل الاعلام. أيوة. شكرا. لن نكبل الاعلام. الاعلام ده شيء محترم وشريك نجاح قوي جدا، ويبرز الصوره الحقيقيه للرياضه المصريه. لكن كمان النقد لازم يكون في مجاله ومكانه، واللي بيدرس اعلام بيدرس الميثاق الاعلامي وبيدرس حاجات كتيره جدا اللي هي احنا عايزينها تكون يعني موجوده، لان الاعلام ده شريك نجاح قوي للرياضه المصريه. نعم. شريك نجاح قوي. انا بتكلم على الكوره رياضه احترافيه، وخليناها يعني الدوري هو الاساس، الدوري كره القدم اللي فيه حاجات كتير. خلينا الموضوع في رابطه بتدير، والرابطه كمان يعني يمكن في اجتماعي مع النائب احمد دياب قلت له اطلع وقول واتكلم وحط قراراتك وحط لائحتك كمجلس اداره رابطه في حال الخروج عن النص والجزاءات الماليه قول. وقلت لاتحاد الكوره كمان لازم تطلع كل اسبوع على الاقل تخاطب الجماهير وتخاطب الناس وتخاطب الاعلام علشان ما تسيبش فرصه يعني. وده تم يمكن هذا